السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده طبعا هنتعلم ازاي تعمل صيانة لشيك بلف في البيت بدل ما تروح تشتريه ب100 جنيه ولا ب150 جنيه. طيب بتحتاج اتنين مفك رفيعين على قد الفتحات اللي هم ده. طيب وبتجيب او ممكن مفيش مفكات هتجيب يا سيدي لما انت مسمارين سنت 10 مثلا او اقل من كده هيشتغلوا معاك، يعني 6 سنت ماشي. هتطلع القرص ده اللي هو المخرم متلعبش فيه السوستة دي تنضفها. طبعا بتحتاج انت طبق فيه خل او منظف للصدى. القصة كلها في الجلدة دي طبعا تكون انت محتاج مياه سخنة، عندك كاتل مجهزة طبعا، هي تحطها في مياه سخنة بتنضف ديت بسلكة معين، وبترجع طبعا هي تركب الجلدة بتاعتك لو الجلدة فيها تلف، جلدة حنفية عادية بتروح مسقطها، تعمل شد للسوست عشان تبقى في يعني في مساحة على الضغط. تروح منزل القرص بتاعك ومنزل اتنين مفك او مفك واحد او اتنين مسمار على حسب ما انت هتعملها التصميم بتاعها. ده نوع من انواع الشيك بلف اللي هو فيه نظام التهوية. تمام. في جزء تاني خاص بالشيك بلف دواتي، في لو حصل فيه تلف في الجزء اللي هو الصمام اللي هو بيعمل تفريغ لضغط السخان، فبتعمل فيه برضو ايه، نصنع المفك بتاعه الاول عشان المفك بتاعه عاوز له قصة وحكاية وموال عشان نعمل فك ليه. ده كده سهل، احنا كده بنقفل. بعد ما تقفل بتنفخ في الجزء اللي هو دوات اللي فيه القرص المخرم، لقيت فيه تسريب يبقى كده الجلدة مش راكبة صح او في مشكلة، او تحط الشيك بلف طبعا في مية سخنة. طبعا تنظيف الشيك بلف بيتم بمية سخنة او بيتم داخل خل، ومفيش حاجة هتبص فيه ان شاء الله، او احد المنظفات مثلا، منظف لمزيل الصدى. ده موضوع جديد وان شاء الله انتظروه.